ما تيجي هنا خد فكرة، أنا بالنسبة بهنيك على الالبوم حقك قبل ما يطلع وطالع في فبراير، وفي اغنيه تسربت من كيف احساسك لما اغنيه تسرب من اغاني الالبوم؟ تسربت؟ اي اغنيه؟ في اغنيه جديده حسب ما سمعت من الوصف انها زي اخصمك ما انا ما سمعت فيها. لا هي انا نزلت اغنيه قبل السي دي عم بتعلق فيك، الاغنيه اغنيه لبنانيه وما تسرب شيء. طب الالبوم الجديد طالع في فبراير، كلميني شويه ايش اخباره؟ البوم مثل كل سنه، مش مثل كل سنه لانه انا كل سنتين ثلاثه لحتى انزل البوم، بس مثل كل الالبومات رح يكون متنوع بين لبناني وخليجي ومصري اكيد. اشتغلت مع كثير ملحنين وموزعين وشعراء انا اشتغلت معهم قبل، وفي اسماء جديده كمان بهذا الالبوم اشتغلت معهم لاول مره. وفي اغنيه هو اسمه الالبوم حاسه بيك، وهو البوم نانسي 9 رح يكون، وراح تتصور حاسه بيك مع المخرجه ليلى كنعان. والاغنيه القلبي بيتعلق اللي هي اخر اغنيه وصلت 7 مليون مشاهده. صح. يعني هذه مش ضمن الالبوم، هذه بس سينجل؟ لا هيدي ضمن الالبوم بس نزلتها قبل صدور الالبوم. الان رجعتي لعرب ايدول. انا شايف هذا السيزون فيه اصوات كثيره، لكن في 3 يمكن هم اللي شدوا انتباهي، كوثر وامير وفي واحد كمان شاب فلسطيني. انت توقعاتك لا انا توقعاتي انه هيدا الموسم فيه اصوات كثير حلوه، ويمكن باول حلقات ما لاحظنا كثير جمال صوتهم وادائهم لانه كانوا خايفين، وكان مسرح عرب ايدل جديد عليهم. بس انا اكيد انه بكره شوي شوي بس يتعودوا اكثر رح يعطونا بعد احلى بكثير. فضلتي الفويس كيدز عن لا بتعرف كل برنامج بشوف حالي نانسي جديده، يعني بذا فويس كيدز غير شخصيه عن عرب ايدل. طيب الان ما شاء الله كونك صرتي صار لك فتره وعندك شغل كثير، انا بشوفك نشطه كثير يعني على السوشيال ميديا، حفله يوم في اليونان، حفله يوم في لبنان، حفله في مصر، والان هنا في دبي، وبعد كم يوم في ابو ظبي. كيف تقدر توفقي بين تواجدك مع الاولاد مع كل هذا النشاط الفني؟ بتعرف هلا انه انا اذا عندي حفله بسافر بذات النهار برجع ثاني نهار الصبح، ما بترك اولادي كثير. يمكن اذا كنت موظفه عندها شغل كل يوم بتروح من على بكره بترجع عشيه بتترك اولادها اكثر مني، وانا بغيابي اكيد بيهم موجود وامي انا موجوده بتضلها معهم. ف يعني مثل هي يعني هيدي الحياه، ما فينا نضلنا كل الوقت قاعدين بالبيت مع الاولاد بعدين بيزهقوا مني بالاخر. طيب سؤال الاخير عن السوشيال ميديا، وانا اشوف ان لك متابعين كثير ومحبين كثير، اخرهم كان احد الشباب المصريين عمره 25 سنه انشا على الفيسبوك التراس محبي نانسي، وكتب رساله يقول فيها انه نرجو دعمكم للشو جيجي لما انه وصل 1,000,000 متابع و1,000,000 معجب خلال اسبوع واحد بس. ايش سر الاعجاب الكبير والمحبه كمان المستمره؟ بتعرف انا بنبسط كثير لما يكونوا فانز هيك وعم يعملوا لي اكونتس لإلي وهن بيكونوا كثير اكتف، يعني اكثر مني بعد شوي، يعني بحطوا صور. يمكن مثلا هلا انا هون معكم في 1000 حدا عم بيصورني وانا ما معي الصور، معه اياهم هو او هي، فبحطون على الاكونتس عندهم وبيطلع لهم كثير صور. في كثير اكونتس كمان عاملينهم فانز لإلي، مش بس الترا نانسي عجرم، في كثير، في نانسي عجرم كلاب، نانسي عجرم لوفرز، في بعد كثير. امنيه كنت حابه تحقق وتحققتك في 2016 ليكي انت شخصيا او للبنان بشكل عام؟ امنيه هلا لبنان نحن بنقطع كثير بمواج البحر، يعني عندنا ابس اند داونز كثير، واكيد انا ما بتمنى الا السلام للبنان للعالم العربي كله،
وامنيه لإلي ما بعرف يعني، صار معي بيبي كثير جديد اشياء يمكن. حلوه. ما صار معي بال 2016، هلا بشوف بال 2017 بقى بخبرك.